توبيا تي في. أشهر 10 دول ليس لديها جيش. الفاتيكان دولة مدنية في قلب العاصمة الإيطالية روما، يصل عدد سكانها إلى 829 نسمة، لكن يحافظ سلاح الدرك على الأمن الداخلي بجانب الحرس السويسري البابوي المكلف بحماية البابا. جزر المارشال القوة الوحيدة المسموح بها منذ تأسيس البلاد هي الشرطة، التي تضم وحدة المراقبة البحرية للأمن الداخلي، وقد تم تجهيز وحدة المراقبة البحرية بأسلحة خفيفة تحت اتفاق الارتباط الحر، وتقع مسؤولية الدفاع عن جزر المارشال على الولايات المتحدة. جزر سليمان حافظت جزر سليمان على قوة شبه عسكرية حتى الصراع العرقي، حيث تدخلت أستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في المحيط الهادي لاستعادة القانون والنظام، ومنذ ذلك الحين لم يتكون جيش، ومع ذلك ليس هناك قوة شرطة كبيرة نسبيا، مع العلم أن الدفاع ومساعدة الشرطة هي من مسؤولية بعثة المساعدة الإقليمية لجزر سليمان. كوستاريكا تقع دولة كوستاريكا بأمريكا الوسطى، يصل عدد سكانها إلى 4,300,000 نسمة تقريبا، وقد قامت هذه الدولة بتسريح الجيش في أعقاب الحرب الأهلية التي دامت 44 يوما في عام 1948. ساموا منذ التأسيس لم يتم تشكيل أي قوة عسكرية، ولكن هناك وحدة شرطة محلية ووحدة مراقبة بحرية مزودة بأسلحة خفيفة للأمن الداخلي للبلدة، ونيوزيلندا هي المسؤولة الوحيدة عن عملية الدفاع عن ساموا وفقا لاتفاق عام 1962. موريشيوس وهي عبارة عن جزر صغيرة تقع في وسط المحيط الهندي، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1,286,000 نسمة. هذه الجزيرة لا تمتلك جيشا نظاميا، لكنها تعتمد على الشرطة شبه العسكرية. غرينادا تقع غرينادا في جزر الهند الغربية في البحر الكاريبي، عدد سكانها 110,000 نسمة، وهي لا تمتلك قوات عسكرية نظامية منذ الغزو الأمريكي في عام 1983. بالاو منذ تأسيس البلاد القوات الوحيدة المسموح بها هي الشرطة، التي تتضمن وحدة المراقبة البحرية، مع العلم أيضا أنها تضم 30 شخصا فقط، وقد تم تجهيز المراقبة البحرية بأسلحة خفيفة من قبل الولايات المتحدة في إطار اتفاق الارتباط الحر. أندورا ليس لأندورا جيش نظامي، ومع ذلك وقعت معاهدات مع الدول الأوروبية وفرنسا لحمايتها، ولكن علينا أن نذكر أيضا أن للبلدة جيش تطوعي صغير يظهر فقط في أوقات الاحتفالات، ووحدة شبه عسكرية كعنصر من عناصر الشرطة الوطنية. ليختنشتاين تقع ليختنشتاين بوادي الراين في جبال الألب، قامت بالاستغناء عن جيشها في عام 1868 بسبب ميزانيته الباهظة. التدخل العسكري مسموح فقط في أوقات الحروب، لكن ليختنشتاين لديها أسلحة خاصة وفريق تكتيكي للحفاظ على الأمن الداخلي. توبيا تي في.